وإنشائي الصناعي والصناعي أستاذ إبراهيم بن شفة. الحضور ديالك اليوم هذا الحفل التكريمي البارز اللي حضروه فعاليات هنا في مدينة قنيطرة كعربون واعتراف الخدمات اللي سداها الدكتور مصطفى مشيش عبر سنوات من العمل الجاد. بالضبط سي ابراهيم الحضور ديالك هنا علاش بالضبط؟ بغينا نعرفوا علاش الوجود ديالك اليوم داخل هذه المؤسسه واعطيتي كلمه مداخله في حق المحتفى به الدكتور مصطفى مشيش العلوي. على نذكر السي ابراهيم المداخله ديالي اللي كانت اليوم حول واحد الموضوع اللي كان سباق فيه السي مصطفى مشيش، وهو بما يتعلق بالانجينيوري ناسيونال، يعني الهندسه في عده تخصصات، باش يعني في الجانب التاريخي كيفاش وقع هذا واحد النوع من التحول اللي استطعت ان الاسم ديال المكتب الدراسات ديالي اعطيته الاسم ديال الانجينيرينغ بما يعني انجينيوري. في مرحله 83 86 كنت نعمل التكوين في مجال البراءه العلميه التقنيه في مكتب الدراسات بفرنسا. كانت ديك الوقيته المكتب المستقبلي اللي بغيت نعمله كان غيكون عنده اسم تيحمل اسم مكتب الدراسات فقط. من بعد سنه 94 كنت بالاداره المركزيه تنشتغل في مكتب الدراسات بالسكك الحديديه، وكنت مواظب على مكتبه تتواجد ديال اداره السكك الحديديه. فاذا بي تنتصفح واحد العدد الكتب وتلقى ان سيرتان واحد السيد سميتو الجرموني اللي دار ليه البريفاس ديالو هو عزيز بلال غني على المعرفه على سميتو كرجل اقتصاد. هذاك الكتاب يتكلم على ليسي سور l'ingénierie et je crois la technologie. فتحولت الفكره من مكتب الدراسات عادي الى مكتب الهندسه، يعني لانجينيوري او بيان لانجينيريك. فمن بعد كانت عندي فرصه ثانيه يعني غادي بصدد غادي نعمل ان بروجي دو فان ديتود في ليكول دانجينيور، ليكول دي مين المعادن بفرنسا. وكان البحث ديالي تيصب في المجال ديال الهندسه، يعني لانجينيوري industriel, cas du domaine ferroviaire, conception, réalisation, exploitation des lignes à grande vitesse, TGV في لي زاني في اواخر التسعينات. فاذا بي تنمشي لمكتب لو سونتر دو دوكيومونطاسيون ا رابا في اكدال، تندخل تندير لا ريشيرش سور لورديناتور، فاذا تيخرج لي اول كتاب هو ديال السي مصطفى مشيش في المجال ديال الانجينيوري ناسيونال. ومن بعد تلاقيت مع السي مصطفى مشيش تعطيني ذاك الكتاب وتلقاه يتكلم على الانجينيوري ناسيونال. وكاين ان نوتر دوكيمون اللي هو اللي لقيته في السونتر دوكيمونتير يتكلم جو كروا بروبليم دو لانجينيوري. دونك عنده واحد عدد الكتب. من بعد ملي بحثت على الامر لقيته بانه كان مهندسا سابقا، وكان مديرا لمكتب الدراسات، وكان مناضلا لتنظيم المهنه. ولا اعتقد تاريخيا في المغرب ان شخصيه كشخصيه مصطفى مشيش قام وحاول انه ينظم المهنه ووضح الاداره المغربيه لا تطور بدون هندسه ولا تطور بدون تكنولوجيا. والهندسه اشنو تتعطي بصفه عامه؟ تعطي تطور تكنولوجي، تطور عمراني، تطور صناعي، يعني واعطى واحد العدد الحلول كيفاش يمكن يتطور. لانه كانوا الاجانب هما اللي تيسيطروا على الدراسات، وكانت قلت واحد الفاكتور تيتسمى ان سور 6، يعني الاجنبي تيعطيك الدراسه ب1 درهم وتيبيع لك معها 6 دراهم ديال لي زيكيبمون ديال الماتيريال. وهذه كنبه ليها السي مصطفى مشيش في ذيك الوقيته، وحط واحد الملف بحال تقول ملف مطلبي تيوضح الاداره المركزيه ها كيفاش تعملوا. واقترح في 73
في الكتاب ديالو ديال لانجينيوري ناسيونال اقترح بان خصها دار لاغريمون لمكاتب الدراسات باش تنظم هذه المهنه. فاذا ما خداوش لاغريمون حتى وصلنا ل 98 فعاد حكومه اليوسفي عاد تعملت لاغريمون لمكاتب الدراسات. الفضل تيرجع لهذا الرجل اللي هو قنيطري وعنده واحد العدد في واحد العدد التخصصات، واحد العدد المجالات، وبالاخص هذا المجال اللي تار الانتباه ديالي بواحد الشكل كبير، وعنده علاقه معايا في هذا المجال التخصص ديالي، على اثر ما لقيته انه تنظم هذه المهنه اللي انا تنحبها وتنبغيها، وعلى اثر درت واحد العدد ديال المشاريع في المغرب في المجال الهندسه الصناعيه وفي مجال الانشاءات. ونشكر السي ابراهيم. شكرا السي ابراهيم على كل هذه التوضيحات.